السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الدكتور الأستاذ أحمد بن سعيد بن قشاش الغامدي في كتابه النبات في جبال السرات والحجاز، عندما تكلم عن البشام، طبعا في المجلد الأول في صفحة 199، أخبر أنه علاج للربو. قال: وأخبرني رجل غامدي من أشعاف بني ظبيان بأنهم يطبخون أعوادها نحو 6 ساعات، كلما نقص الماء زادوه ثم يشربونه علاجا لمرض الربو. هذه شجرة البشام، شجرة البشام، وهي شجرة معروفة يستاك الناس بأغصانها أو بأعواد أغصانها الرطبة، مثل ما يستاكون بجذور شجرة الأراك.